السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنسوش تضغطوا على زر الإعجاب والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم جبت لكم موضوع راه منتشر بزاف في مجتمعنا، خاصة في الأعراس والمناسبات واقتراب عيد الفطر. ظاهرة التبذير في الحلويات الجزائرية والتزيين بحوايج ما تتاكلش. زمان كانت الحلوى تندار بالنية والبنة، كانت الأم ولا الجدة تركز على الذوق والنوعية. درك ولات الحلوى مشروع عرض وتصوير أكثر من كونها حاجة تتكل. تشوف الطابلة كاملة معمرة بالديكور واللمعات ومجسمات وورود صناعية وطبقات ما عندها حتى علاقة بالأكل، بصح كي تجي تذوق تلقى غير الشكل. مش راح صاري، وهل ولا يهمنا نرضيو الناس بالمنظر ولا نفرحوهم بالبنة؟ اليوم نهضروا بصراحة. أولا ثقافة المظاهر، بزاف ناس ولات تربط قيمة المناسبة بشكل الطابلة. إذا كانت الطابلة مبهرة يقولوا لك طابلة فاخرة ولا عرس فاخر، إذا كانت بسيطة يقولوا لك ناقصة. وهنا تبدأ المنافسة، شكون يدير أكبر ديكور، وشكون يحط ورق ذهبي أكثر، وشكون يعمرها بكويرات ولمعات وتماثيل وورود. المشكل انه نص هذه الحوايج ما تتاكلش اصلا، غير للزينة والتصوير وبعدها مباشرة تترمى. اما ثانيا التبذير المالي، كاين اللي يصرف مبالغ كبيرة غير على الديكور، تزيد طبقات غير صالحة للأكل، تحط علب فخمة كويرات وقواعد تغليف مبالغ فيها. في الأخير نص الحلوى ما تتاكلش ونص الديكور يترمى مع الأسف. وفي نفس الوقت كاين عائلات ما تقدرش تدير أبسط طابلة، هنا التوازن وين راه؟ أما ثالثا فقدان البساطة، زمان كانت الحلوى معروفة بأسمائها التقليدية: المقروض، البقلاوة، الغريبة، الصبلي. كانت بسيطة بصح بنينة تندار بالقلب قبل اليد. درك بعض الحلويات تشوفها تقول تحفة فنية صح، بصح ما تعرفش وش حتى وش راه داخل فيها. رابعا الجانب الصحي، كنحطو حنا حوايج ما تتاكلش فوق الماكلة، ورود صناعية وأعواد ومجسمات بلاستيكية وطبقات تلوين مبالغ فيها. كاين أطفال يقدروا يغلطوا يحسبوها تتاكل، وكاين حتى مشكلة النظافة كي تكون حوايج ما عندهاش علاقة بالأكل مباشرة فوق الحلوى. أما خامسا الضغط الاجتماعي، كاين بنات ولا أمهات يحسوا بضغط لازم ندير طابلة خير من فلانة، ولا ما نحبش الناس يقولوا علينا ناقصين. وهنا تولي المناسبة عبء بدل ما تكون فرحة. المشكل ماشي في الزينة بحد ذاتها، المشكل كي تولي مبالغة وتبذير فقط باش نرضيو أعين الناس. الإسلام والمجتمع تاعنا دايما علمونا الاعتدال. الفرحة راهي ماشي في كثرة المصروف ولا في حجم الديكور ولا في اللمعان الزايد. الفرحة هي اللمة، والفرحة في اللمة عفوا وفي النية وفي البنة اللي تبقى في الذاكرة. نقدروا نزينوا ونفرحوا بصح بلا إفراط، نقدروا نديروا حاجة جميلة وبسيطة في نفس الوقت. وش رايكم أنتم؟ هل تشوفوا الظاهرة هذه تبذير ولا عادي كل واحد حر في دراهمه؟ ولا تحبوا الحلوى التقليدية ولا العصرية المعمرة بالديكور؟ اكتبوا لي في التعليقات، وما تنسوش تديروا لايك والاشتراك باش نوصلوا الفيديوهات توعوية أكثر في حفظ الله ورعايته في فيديو قادم إن شاء الله.